كيفاش تتحكم بالمشاعر الغيرة. من دابا ما غاديش تبقى تتعصب، تبع معايا الفيديو حتى الاخر وارتاح ليا مع راسك. حنا كاملين عندنا المشاعر ديال الغيرة، وبعض المرات ما كتحكمش في المشاعر ديالك. تقدر دير اي حاجه بلا ما تفكر العواقب ديالها، وبعض المرات تقدر تفقد السلام الداخلي وكتولي منفعل وكتاثر بشكل كبير على حياتك الشخصيه وعلى العلاقات الاجتماعيه، وتقدر تفقد الناس اللي كتحبهم غير بهذا السلوك. ولا حسيتي براسك قوى عندك هاد المشاعر، هذا دليل على انك تراجع النفسيه ديالك وتحاول تفكر مزيان قبل ما تاخذ الخطوه الاولى في الانفعال. كيف ما قال الشيخ الشعراوي، هذا الشيخ عالم في الدين في مصر، حاول تبعد على اي حاجه كتكره وتمسك بداك الشيء اللي كتبغي وما تجاملش بالكذوب. ربي ما عطاكش ديك النفس باش تعذبها. حاولت نفسر لكم هذه المقوله بالدارجه. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتكلموا فيه على الطريقه باش تتحكم بالمشاعر ديالك او لا المشاعر ديال الغيره. غادي نعطيك جوج طرق غادي تتمرن عليهم باش تعرف المشاعر اللي كتحس بها. سطر لي مزيان على المشاعر اللي كتحس بها. اول حاجه خاصنا نفهموا باللي المشاعر الغيره هي واحد جزء من حياتنا الشخصيه، وهو واحد الشعور معقد حيت كيجمع بزاف ديال المشاعر بحال الخوف والغضب والحقد والخيانه. داكشي علاش قلت سطر على كلمه المشاعر اللي كتحس بها، يعني مجموعه ديال المشاعر مجموعه في كلمه واحده واللي هي الغيره. ولا كنتي كتحس بالغيره عرف باللي كتجيب لك بزاف المشاعر اخرين، وباش تتحكم بهاد المشاعر كيطلب بزاف ديال الصبر والتدريب. ما تنساش دعمنا بالاشتراك وشارك معنا تعليق زوين ولا خايب باش نزيد بالمحتوى القدام. اول طريقه هي كتب داكشي اللي كتحس به. الكتابه مساله زوينه على اي شخص وفي اي موضوع كان. الفوائد الكتابه كتساعدك على اخراج المشاعر الداخليه اللي كتحس بهم. داكشي علاش هي وسيله باش تحسن بهم المشاعر ديالك، ونفس الوقت الكتابه كتساعدك على تحسين الافكار من السلبيه الايجابيه. داكشي علاش حاول تكتب اي حاجه جات في بالك وحاول تخرج كاع داكشي اللي عندك لداخل. ولا كنتي من داك النوع ديال الناس اللي ما عندهمش مع من يتكلموا ولا ما كيتيقوش في الناس اللي دايرين بهم، الكتابه هي احسن حاجه باش تخرج بها داك الشعور السلبي. وثاني طريقه هي نلاحظوا طريقه التصرف وحنا راكبنا المشاعر الغيره. كيف ما كنعرفوا الطريقه اللي كيتحرك بها الناس اللي كنتكلموا معاهم وكنحسوا بهم عن طريق الحركات الجسد، كتكون داخله في لغه الجسد. والعلماء النفس ذكروا باللي اكثر من 80% ديال التواصل كتكون غير لفظيه، يعني غير بحركه الجسد. يعني الا كنا واقفين مع شي شخص يمكن لينا نتعرفوا على الحاله والمشاعر ديالو عن طريق لغه الجسد. داكشي علاش خاصنا نكتشفوا راسنا شنو كنديروا، غنوظفوا هذه الميزه في راسنا احنا الاولين، شنو كنديروا والطريقه اللي كنحسوا بها وحنا معصبين. هاد الطريقه كتخليك نعرفوا المشاعر ديالنا ونتحكموا بها ونتفاداوها. دابا وصلنا لمرحله كيفاش نضبطوا نفسنا ونتحكموا في المشاعر ديالنا. غادي نطرقوا لبعض الخطوات اللي غادي نستعملوا وغادي يساعدونا على تحقيق ضبط النفس. اول حاجه هي التامل. هاد رياضه التامل كتدرب الدماغ على انه يكون آلة على ضبط النفس. ملي كتزاول التمرين ديال التامل كتحسن من ارتفاع المستوى الذكاء. تقدر دير غير 5 دقائق في النهار يوميا الا ما كانش عندك الوقت باش تركز على التنفس والقدره. الا خدمنا هاد التمرين ديال التامل كنركزوا على التنفس وقدره الدماغ على التحكم في المشاعر والردود الافعال. وملي كتمارس التامل كتجنب القرارات المتهوره اللي خارجه على الاراده ديالنا. نمارسوا الرياضه كيف ما كنعرفوا باللي مزيانه على الصحه ديالنا، كنزيدوا من قدره الجسد وحتى القوه الثقه في النفس. داكشي علاش تقدر تمارس لواحد المده قصيره على الاقل 10 دقائق في النهار باش كتزيد من الدوبامين اللي هو هرمون السعاده اللي غيخليك ديما ناشط وكيخليك تضبط النفس ديالك بطريقه سهله. الوعي بالذات الاساس منه هو التحكم في النفس والانفعال
الانفعالات وكتوصل لمراحل متقدمة من الذكاء. إلا عرفتي هاد الجوانب كامل على شخصيتك وكيفاش تتصرف في المواقف، في الانفعالات أو السلوكيات اللي كديرهم، كتساعدك على التحكم في النفسية ديالك وتسيطر على المشاعر السلبية. إلى هنا تنتهي حلقاتنا، تسناو موضوع جديد. وإلا بغيتوني نتكلم على شي موضوع كتبوا لي في التعاليق من تحت، وإلا كان شي نقد بناء مرحبا به. ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة ديالي فضلا وليس امرا باش تحفزوني نكمل في هذا المحتوى. شكرا لكم بزاف.